مرحبا بكم أصدقائي. اليوم راح نلخص مع بعض كتاب قصير لكنه من أقوى كتب التنمية الذاتية. من الذي حرك جبنتي؟ للكاتب سبنسر جونسون. الكتاب يحكي قصة رمزية بسيطة. في متاهة عايشين 4 شخصيات، فأرين واثنين من الأقزام. كانوا يبحثون كل يوم عن الجبنة، والجبنة هنا ترمز لأي شيء مهم في حياتنا: وظيفة، علاقة، مال، أو حتى راحة نفسية. الفئران كانوا يعتمدون على غريزتهم، يجربون ويعدلون بسرعة. أما الأقزام فكانوا يفكرون كثير، يتذمرون ويخافون من التغيير. المفاجأة أن الجبنة اختفت. الفئران تصرفوا بسرعة وبدأوا يبحثون عن جبنة جديدة. الأقزام بقوا في مكانهم غاضبين، خائفين من التغيير. المغزى: التغيير قادم لا محالة. إذا تمسكت بالماضي ستتألم. إذا تقبلت التغيير بسرعة ستجد فرصاً جديدة. الدرس الذهبي من الكتاب: راقب التغيير، تكيف بسرعة، واستمتع بالمغامرة. اسأل نفسك: ما هي الجبنة في حياتك اليوم؟ وهل أنت مستعد للتحرك إذا اختفت؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى تضغط إعجاب وتشترك بالقناة حتى يوصلك باقي الملخصات. واكتب لي في التعليقات: ما هي الجبنة التي تغيرت في حياتك؟